السلام عليكم بنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير وانتم كتشوفوا معايا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غنوجد معكم واحد ميني باغيت كنعمروه في مره واحده وبحشوه كتجي لذيذه وعجينه قطنيه. كنتمنى ان شاء الله تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر. ودابا ندوزو للمقادير ديال العجين. صافي هنايا البنات غنحتاج نص كيلو ديال الطحين، كيكون اي نوعيه عندكم اللي عندكم موجوده في الدار. صافي البنات، وغنعمل كاس ديال الفينو باش تجينا ما كيجيناش الباكيط ديالنا رطب بزاف. وكنعمل هنايا معلقه ديال السكر سنيده، وغنزيد هنايا معلقه ديال الخميره ديال الدار الحبيبات على حسب الجو. دابا الجو راه عندنا بارد كنديروا معلقه تكون عامره. صافي هنايا وغنزيد شويه ديال المليحه على حسب الطحين اللي درنا، وغندير نص كاس ديال الزيت، اما نباتيه واما زيت الزيتون لكم الاختيار. صافي هنايا وكنعمل الماء دافي باش كنخلط الخليطه ديالي. صافي هنايا كنعجن العجينه ديالي عادي، المهم كنخليها شويه ما نقصحوهاش وما نعملوهاش خفيفه، تكون هي هذيك متماسكه. صافي البنات، دابا غنغطيها ببلاستيك غذائي وغنحطها جانبا باش ندوز نعدل الحشوه ديالي. بالنسبه انا الحشوه البنات انا استعملت غير البصله والفلفله. عندي هنايا 3 ديال الحبات ديال البصله متوسطين، ودائما كنقول لكم الكميه نتوما اللي كتحكموا فيها شحال ما بغيتوا تعدلوا. صافي هنايا غنقطع مربعات صغار باش نحطها في التشحر. وبالنسبه للفلفله انا استعملت غير فلفله هيدي خضراء. اذا كانت عندكم الحمراء الصفراء خزوا القرعه اللي بغيتو، خضر اللي كتبغيوها كيبغيوها وليداتكم عملوها. حتى الفلفله حتى هي غنقطعها مربعات صغارين. صافي وغندوز للدجاج. انا ندير الحشوه ديال فيها الدجاج، وانتم بامكانكم تعملوا كفته، يعني الاختيار كيبقى ليكم. هنايا دائما كنقول لكم بالنسبه للدجاجه البنات، انا دائما الدجاجه اللي كنجيبها كنحيد لها الصدر ديالها، ولادي ما كياكلوش الصدر ديال الدجاج. صافي هذا كنستغلو كنعمل به الحشوات. صافي هنايا قطعته مربعات صغار، ومن الاحسن البنات يكون مجمد باش كيجيكم في التقطاع كيجيكم ساهل وكيجي مزيون. انا ما كانش عندي مجمد. المهم درت العطريه ديالي، عملت المليحه، عملت معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي، نص معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه صغيره ديال السكينجبير، الزيت، عملت معلقه صغيره ديال الصوجا. اللي ما كتبغيش الصوجا ما تعملهاش. صافي وغنحرك هاد الخضيره ديالي. صافي غنحركها مزيان. وهنايا غنزيد هاد القطع ديال الدجاج كنزيدهم في مره واحده، ما كنخليش البصله حتى تنزل باش هذاك العطريه كتدخل لي في الخضره وفي الدجاج باش كيجي لذيذ. صافي هنايا كنستمر بالتحريك وكتكون العافيه عندي مهيله باش ما كتحرقليش هيدا داك العطريه والبصله. صافي غنخليها جانبا كتشحر، وغندوز البنات العجين باش نطلقو. هنايا كما كتشوفوا معايا حاجه وحده البنات نسيتها هي الهريسه، يعني اللي كتبغي الهريسه تعملها. انا نعمل شي شويه باش كيجينا حار كيجي مزيون. صافي غندوز دابا العجين راه هو عندي يعني تطلق مزيان وصافي والحجم ديالو ضاعف. صافي غنخرج منو داك الهواء وغنعمل شي شويه ديال الطحين على سطح العمل. صافي هنايا غندير العجين ديالي باش نقطعو الى قطع صغيره على حسب الباكيطات اللي بغيتوهم نتوما. انا غنقطعهم هيدا غير عيني وميزاني، ما نعمل لا ميزان لا حتى شي حاجه. صافي وغنقطعهم صغيورين وغنكورهم هيدا شي شويه باش ندوز نطلقهم. صافي انا غنكمل الكميه اللي عندي بالتكوار. وهنايا البنات رانا دوزت طلقتهم، خديت الدلاك درت شي شويه ديال الطحين باش ما يلصقوليش، وغنشكلهم على شكل اوفال بهذه الطريقه هذه. غنعمل شويه ديال الحشوه ديالي. حاجه وحده ما نخليهمش غلاضين، يعني من الاول نعملوا كويرات صغيره الا كنتو تعملوهم ميني باكيت صغيورين باش ما يجوناش معجنين. كنعمل الحشوه ديالي، كنعمل فيها البنات شويه ديال الجبن موتزاريلا كنزيدو. هاد الخطوه اختياريه، الا ما كانش عندكم ما تعملوش. اولا في الاول ملي تكونوا كتشحروا هذيك الحشوه من نكونوا غنطفيو عليها نزيدوا قطع شي 3 ديال الجبن المثلث، المهم اللي كان متوفر عندكم. صافي وكنقرصها هيدا بهذا الشكل هيدا من جنب جنب. صافي هذا هو الشكل ديالها كيفاش كتجي. صافي هنايا البنات كنستمر بنفس الطريقه، كناخذ الكويره الثانيه وكنطلقها بالدلاك وصافي حتى كترقق شي حاجه.
صافي كندير لها الحشوه ديالها من داخل ونزيدها شويه الجبن وكنطوي بهذيك نفس الطريقه. كما الفيديو راه هو موضح امامكم. صافي وكندير كنقرصها بهذوك الجناب، كنبقى نقرصها بعيده بصباعي حتى كيتجمعوا لي وكنقلبها. هذوك الحاشيات كتجيو لتحت. صافي البنات وكنجمعوا الحاشيه هيدا باش كتجينا بحال باكيطه نيشان. صافي كنبقى مستمره هايده حتى كنسالي هاد الكميه اللي عندي كامله. هنايا الفران البنات راه عندي كيسخن من قبل، واللاطه البنات راه مفرشاه بورق الزبده. صافي نسالي هاد الكميه اللي عندي باش ندخلها ان شاء الله الطيب. اش غنقول لكم البنات، والله الا غير جربوهم كيجيو غزالين. انا ولادي كيحماقوا عليهم، هادو هما اللي هادشي اللي معمر كامل كندير انا لولادي في العشاء. هادشي اللي كيبغيو شي حاجه بحال هيدا. صافي هنايا من بعد ما ساليت خديت هكا سكين وعملت فيها التشريطات هيدا باش كيجيو عاطينا المنظر ملي كيطيبوا. وهنايا خديت صفار بيضه، درت شويه ديال الصوجه وباش يعطينا اللون وكندهنهم كاملين. والخميره بالنسبه للخميره راه هما اصلا خامرين، يعني ما حتى عاد نخمرهم، هي يدخلوا الفران يزيد عاوتاني يضاعف الحجم ديالهم شي شويه. صافي انا ندهنهم كاملين ونرشهم بشويه ديال البافو او نرشهم باي زراره عندكم، شويه ديال الشوفان هيدا مهرمش، الزنجل اللي كان عندكم متوفر تقدروا تزينوا بهم من فوق ولا خليهم هيداك ماشي مشكل. صافي هنايا انا دابا ندخلهم يطيبوا درجه متوسطه تكون باش ما يتحرقوناشي. وهذا هو الشكل البنات النهائي ديالهم كيفاش كيجيو. شوفوا تبارك الله كيجيو محمرين كيجيو خفافين. غير هو من خرجوهم نغطيهم بشي منديل باش كترجع فيهم ديك الحراره وكيوليو زعما راتبين، كيبقاوش قاصحين ولا شي حاجه. صافي انا نقسم معكم وحده وتشوفوا كيفاش من الداخل كتجي. شوفوا معايا كتجي غزاله، كتجي مقطنه وخفيفه. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم يعجبوكم يعجبوا الوليدات. وهنايا البنات كنقول لكم الفيديو ديالي وصل النهايه ديالو، وكنتمنى ان شاء الله ما تنساونيش من لي لايك ديالكم. وهنايا كنقول لكم السلام عليكم.